يا مساء الحلويات على احلى اخوات، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله معانا فيديو جامد جدا جدا جدا، يعني من الاخر معانا روتين جامد. هنفرز التوم وهنعمل سحور وهنعمل فطار، ويعني تهدي حيلي بصراحة في الفيديو ده. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك في القناة. وبحب ارحب بالمشتركين الجدد عندي في القناة وبقول لهم شرفتوني ونورتوني، ووجودكم على راسي من فوق. وان شاء الله بإذن الله هكبر بيكم وهنجح وهحقق حلمي بإذن الله. اتمنى ان انتوا تدعموني وتقفوا جنبي، لان انا بحبكم في الله ومعتمد على ربنا ثم عليكم في اللي انا داخله عليه ده. ربنا يسعدكم يا رب ويفرحكم زي ما بتفرحوني باشتراكاتكم الجميلة، وينول كل واحد اللي في باله. والله على الرغاوي الحلوة اللي تفتح النفس على الشغل. النهاردة معانا روتين جديد ويوم جديد من أيام رمضان. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يعود علينا وعليكم بالخير والصحة والسعادة يا رب العالمين. رمضان بيجري زي الهوا يا جماعة، ما يعني خلاص أوشك على النفاذ. ربنا يجعلنا من الصوامين القوامين، وربنا يتقبله منا ويتقبل منا صالح الأعمال، اللهم آمين يا رب العالمين. ما تنسوش قراءة القرآن في رمضان، الأجر بيبقى مضاعف في رمضان والثواب مضاعف. ما تنسوش تغتنموا الفرصة، قراءة القرآن والختمة والأذكار والصلاة. يعني حاولوا على قد ما تقدروا تعملوا اللي تقدروا عليه. انا عارفة ان شغل البيت مش بيخلص، والستات بيتعبوا جدا في رمضان لان بيبقى صيام، ومعاهم عيال صغيرة ومعاهم طبيخ وكنس وتنظيف ومواعين وكل حاجة، وان هم ما بيقعدوش ومفيش وقت. انا عارفة الكلام ده كله، بس معلش حاولي تنظمي وقتك وحاولي ترتبي حياتك عشان تقدري تفرغي نفسك للعبادة، لان رمضان شهر العبادة وشهر اغتنام الفرص، مش شهر للأكل والشرب والتعب وبس. لا، ما تضيعيش ثوابك عند ربنا. ما تخليش المواعين والطبيخ والعيال والبيت تاخدك من الثواب اللي انت هتاخديه وتحرمك منه. انتهز الفرصة واعملي اللي يقدرك عليه ربنا. هقولك ازاي. بصي، يعني اول ما تصحي من النوم، انا عارفة ان اغلب الناس في رمضان بتصحى بعد الظهر، يعني غالبا. فحاولي بعد ما تصحي تتوضي وتصلي الظهر، وده بيكون افضل وقت ممكن تقعدي فيه تقرأي قرآن. بعد ما تصلي الظهر كده تقعدي تقرأي قرآن، تقري اللي تقدري عليه، جزء 2 3 زي ما تقدري. اللي ما يقدرش خالص مش متعود على قراءة القرآن، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اقرأي اللي تقدري عليه حتى لو صفحتين 3. أهم حاجة ما تفوتيش الفرصة وما تفوتيش الثواب ده مع ربنا. وبعد كده بتقومي طبعا من بعد العصر بتشوفي ايه اللي وراكي. حاولي برضو تقري قرآن بعد السحور او قبل وانت مستنية صلاة الفجر كده، ده برضو بيكون وقت مناسب لقراءة القرآن. حاولي وانت قاعدة كده تذكري ربنا، اعملي لنفسك ورد من الأذكار والاستغفار والتسبيح والصلاة على النبي. الحاجات دي لو عملتوها هتفرق معاكم جدا في حياتكم، وهتريح نفسيتكم جدا والله عن تجربة. حاولي كمان طول ما انت شغالة في المطبخ لسانك يبقى شغال بذكر ربنا وبالأذكار.
يعني ما توقفيش عن اخد الثواب ابدا. ده ناهيك عن ان انت بتاخدي ثواب اصلا على شغل بيتك وعلى خدمة ولادك وجوزك، بتاخدي ثواب مضاعف يعني كبير عند ربنا. المهم بقى تعالوا ندخل الفيديو بتاعنا ونشوف احنا هنعمل ايه النهاردة. انا هعمل كريب، يعني حاجة خفيفة كده على الفطار علشان بنزهق من الطبيخ والحاجات دي. هقول لكم انا عملت ازاي. العجينة بتاعة الكريب انا حطيت كوباية لبن، وحطيت عليهم قد نص كوباية زيت، وحطيت بيضة واحدة، وحطيت عليها قد معلقة خل عشان زفارة البيض، وحطيت عليها معلقة سكر وشوية ملح. وبعد كده هنزل عليهم بكوباية من الدقيق، وهقلب كل الحاجات دي مع بعضها كويس جدا، او في الخلاط ممكن تضربيهم عادي. وبعد كده هجيب طاسة على النار وهحط فيها نقطة من الزيت هدهنها كده، واول ما تسخن الطاسة هنزل عليها بالكريب زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. الكمية دي هتعمل معايا 6 كريبات بالظبط. يعني لو انت عايزة تضاعفي الكمية براحتك جدا، تقدري تضاعفي الكمية. هتيجي في جنب كده في الطاسة وهتنزلي بالعجينة، وبعد كده تاخديها تدوريها كده في الطاسة زي ما شفتي الحركة اللي انا عملتها بالظبط. انا عارفة ان هي ممكن تكون صعبة بالنسبة لناس كتير، بس لو جربتيها هتلاقيها بتيجي معاكي وهتلاقيها سهلة. وهتسيبيها تستوي على النار عادي. هي ممكن النار تكون عالية بس تخلي بالك يعني ما تتحرقش منك، لان هي بتستوي بسرعة. واول ما تحمر كده سنة من تحت هنقلبها على الوش التاني، ويدوب برضو هتاخد لون بسيط، وبعد كده هنشيلها على طول. ما تخليهاش تتحروق منك، لان انت لسه هتحمريها تاني في الزيت بعد الحشو زي ما انتوا شايفين كده اهو. نعمل مع بعض واحدة تانية. هندهن بس دهن الزيت خفيفة عشان ما تلزقش في الطاسة، هنصب كده العجينة من طرف الطاسة وهناخدها كده ندورها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما العجينة تخلص معانا اهو بالشكل ده، شفتوا؟ وهنحطها على النار بقى عشان تستوي. وهنغطي طبعا الكريب اللي هيطلع معانا عشان ما ينشفش، احنا محتاجينه طري علشان لسه هنحشيه ما يتكسرش منك ولا حاجة. هنقلب على الوش التاني. انا عارفه ان دي احمرت مني شويه، بس اعذروني يا جماعه. انا حواليا ولادي عمالين يعيطوا، بنت صغيره بتعيط، ويعني اللي هو ايه مدربكني على الاخر ومخليني ملخومه جدا. البنت الصغيره تعيط وهم يصرخوا مع بعض، وده عاوز كذا وده عاوز كذا، وطلبات بقى ما بتخلصش. زي ما انتوا عارفين العيال الصغيره طلباتها ما بتخلصش. الحمد لله على كل حال. ربنا يعيننا ويقوينا عليهم ويهديهم يا رب ويصلح حالهم. انا خلصت كل الكمية اللي عندي زي ما قلت لكم. الكمية دي عملت معايا 6 سندوتشات بالظبط. بعد كده هجيب طاسة على النار، هحط فيها شوية زيت كويسين علشان هحمر فيها الفراخ بتاعة الكريب اللي انا هحشيه بيها. واول ما الزيت بتاعي يسخن هنزل الفراخ. انا مقطعاها شرايح زي ما انتوا شايفين كده. هنزل الفراخ في الزيت السخن عشان تاخد صدمة، وهنفضل نقلب فيها لحد ما الفراخ كلها تاخد صدمة وتتحول للون الابيض. وهنحط بعد كده طبعا البهارات بتاعتنا، هنتبلها كويس. هنحط جنزبيل، وهنحط توم وبصل بودر، وهنحط ايه حبهان، لا مش حبهان، هنحط كاري وكركم وبابريكا وفلفل اسود، وكل البهارات الجميلة بتاعتنا اللي احنا بنتبل بيها الفراخ، اللي بتغير طعمها وبتخليها جميلة، بتديها ريحة وطعم حلو. طبعا بالنسبة لي يعني اللحوم ملهاش طعم من غير البهارات والحاجات دي. هي اللي بتديها روايح وبتديها طعم جميل ومختلف زي بتاعت بره بالظبط. المهم انا حطيت كل البهارات بتاعتي وحطيت ملح كمان، وهقلب الحاجات دي كلها في بعضها. طبعا كمية البهارات بتختلف على حسب كمية الفراخ اللي انت عاملاها، يعني انت تقدري تقدري ده بنظريتك انت. وبعد كده هقطع الفراخ قرن فلفل حامي علشان يبقى سبايسي كده وطعمه جميل. لو انت مش حابة ان هو يبقى حراق شوية ما تحطيش حامي، حطي فلفل عادي. وكمان هنزل عليهم ببصلاية شرايح برضو، لان طبعا مفيش فراخ من غير بصل ولا مفيش لحمة من غير بصل. اي حاجة بتشوحيها على النار لازم يبقى فيها بصل. المهم هنقلب الحاجات دي كلها في بعض كويس قوي، وهنحط عليهم قد يعني معلقة خل كده، عشان الخل بيخلي اللحوم بتستوي بسرعة، عشان الفراخ مش عايزاها تاخد معايا وقت على النار. وهنا الفراخ كانت خلاص استوت، وجيت بقى انا عشان احشي معاكم الكريب اهو زي ما انتوا شايفين، طري وجميل قوي بسم الله ما شاء الله عليه.
معايا هنا جبنة موزاريلا، ومعايا جبنة رومي مبشورة، ومعايا كاتشب، ومعايا زيتون. هجيب الكريب بتاعي وهحشيه زي ما انتوا شايفين دلوقتي. هتنيه بس نص تانية من على الجنب، لان الكريب بتاعي صغير، فمش مش هتنيه تانية كاملة، هتنيه نص تانية علشان اعرف يعني احشيه جواه ويكفي ان يشيل الفراخ من جوه. وهبدأ بقى ايه، اعمل المثلث بتاعي وهركن على جنب. نجيب واحدة تانية هنحط عليها الكاتشب، ممكن تحطي مايونيز، ممكن تحطي اي حاجة انت حباها. وهنحط جبنة موزاريلا وجبنة رومي، وهنحط زيتون، وكمان هنحط الفراخ، ونقفل بقى ونركن على جنب لحد ما نخلص الكمية بتاعتنا كلها. الحاجات دي هتحسيها حلوة مع العيال الصغيرة، لان العيال بتحب الحاجات دي. يعني يا جماعة نحس ان الجيل اللي طالع ده ملهوش في الطبيخ، ومفيش في الاكل بتاع زمان اللي كنا احنا بناكله مع اهالينا. العيال الايام دي عاوزة حاجات زي كده، زي بتاعت بره، عايزة كريب، عايزة شاورما، عايزة حواوشي، عايزة الحاجات اللي هي بتاعة المحلات وبتاعة المطاعم بتاعة بره. فانتي حاولي تعملي الحاجات دي في البيت لولادك علشان ما تخليهمش يجروا على اكل بره. يعني احنا عارفين ان اكل بره مبقاش يعني مضمون، وممكن يسبب لهم امراض وتعب وحاجات يعني احنا في غنى عنها. فلو انت عملتي الحاجات دي في البيت لولادك مش هتخليهم يجروا على اكل بره، وهتحافظي عليهم وعلى صحتهم. وفي نفس الوقت يعني الحاجة لما بتتعمل في البيت بيبقى فيها بركة، وبتبقى مش مكلفة عليكي قوي زي ما هتروحي تشتريها من بره. ده غير نظافتها، يعني انا بتكلم على نظافتها وان هي تكون كويسة ومضمونة وما فيهاش اي حاجة ملوثة. فاحسن تعملي الحاجات دي في البيت لولادك. في ستات كتير هتقولك انا ما بعرفش اعمل. ما ينفعش تقولي ما اعرفش، حاولي وجربي وهاتي طرق من مختلفة واعملي وشوفي. يعني دلوقتي الشيفات والانترنت ما خلاش، هاتي الطرق دي من على الانترنت واشتغلي واعملي كل حاجة بنفسك وجربي. مرة لو ما ظبطتش معاكي المرة اللي بعدها هتظبط، يعني مرة هتظبط ومرة لا، لحد ما تلاقي نفسك بقيتي استاذة في الحاجة وبقيتي تعمليها احلى من بره. اهم حاجة ان انت يبقى عندك ارادة وتحاولي وتجربي، لكن طول ما انت قاعدة مكانك بقى وملكش نفس تعملي حاجة ومش مهتمة، عمرك ما هتعرفي تعملي حاجة، هتفضلي خايبة طول عمرك. فخليكي قوية كده وعندك ارادة، وجربي واعملي كل اللي نفسك تعمليه، ما تخافيش من اي حاجة. المهم انا خلصت الكريب بتاعي كده، وقلت اعمل عصير عشان طبعا الفطار. كان عندي شوية برتقال، قلت اقشرهم علشان اعملهم عصير. طبعا العصير في رمضان اساسي، ما ينفعش الفطار من غير عصير، لان الناس بتبقى عطشانه وبتبقى هبطانه كده وطول النهار بقى صيام وتعب. فلازم تشربي كوبايه عصير تبلي بيها ريقك وتبلي بيها عروقك، علشان تبقى عندك طاقه ويبقى عندك قدره ان انت تكملي فيما بعد الفطار. لان احنا بعد الفطار في حاجات سودة مستنيانا، في مواعين وفي مطبخ وفي شقة عايزة تتنضف. يا حبيبة قلبي لازم تاكلي وتشربي وتاخدي بالك من نفسك علشان تقدري تقومي بمهامك وتقومي بكل حاجة وراكي، عشان تبقي قوية. عشان احنا ورانا اولاد، ورانا بيت، ورانا مسؤوليات، لازم ناكل ونشرب ونبقى قدها عشان نقدر يعني نقاوم كده. لو ما اكلتيش هتلاقي نفسك ضعفتي وتعبتي، واحنا في رمضان وصيام مش هتقدري تقاومي، مش هتقدري تعملي حاجة وراكي. تمام كده؟ تمام. انا خلاص قشرت البرتقان وهبدأ اقطعه قطع علشان يعني اضربه في الخلاط. ولو في بذر ولا في اي حاجة شيليها طبعا، لان ده برتقان بلدي فبيبقى فيه بذر، فلازم نطلعه منه علشان ما يخليش البرتقان يمرر. والله يا جماعة يعني قبل الفطار على قد ما بيكون صيام وهزل وتعب ما يعلم به الا ربنا، بس بتبقي نشيطة اكتر من بعد الفطار. بعد الفطار الناس بتاكل وتترمي، الواحد بياخد له كده ساعتين 3 علشان يقدر يقوم يكمل اللي وراه. يعني بصراحة انا بحاول قبل الفطار اعمل اللي اقدر عليه. لو في مواعين عندي في الحوض بحاول اشطبها واغسلها، اولا علشان اعرف اشتغل على نظافة واحضر يعني الفطار على نظافة، ما بعرفش اشتغل وسط الكركبة. وثانيا علشان احاول اخفف من العبء اللي هيكون عليا بعد الفطار، بقول كفاية المواعين اللي هنفطر فيها وكده. مع اني انا يعني جوزي مسافر وقاعدة لوحدي، ما معيش غير ولادي الصغيرين، فيعني مش بيصوموا طبعا،
فيعتبر يعني مش بيكون فيه كمية مواعين كتيرة. فدايما اقول في بالي كتر خير الناس اللي قاعدة في بيت عيلة وعندهم طبعا كمية مواعين رهيبة، ربنا يعينهم بصراحة ويقويهم. فانا بقولك يعني عشان كده انا بحاول قبل الفطار ان انا لو في اي حاجة معايا بحاول اعملها، مع ان الوقت والله مش بيسعفني، لاني معايا بنت الصغيرة وبتفضل تعيط وكده، مش بتخليني اعرف اعمل اي حاجة. بحاول ان انا احضر الفطار واعمل عصير واعمل لوازم ما قبل الفطار. وكمان بقولك لو معايا شوية مواعين وكده بحاول اغسلهم، اي حاجة عاوزة تتعمل بحاول اعملها. لو معايا مثلا غسيل بحاول انشره. لاني زي ما بقولك بعد الفطار جسمي بيهبط كده، وبحس ان انا هزلانة ومش قادرة اعمل اي حاجة. انا كنت حاطة الشوربة على النار خلاص قربت تستوي، وهنا كان المغرب خلاص هيدن. انا مفيش حد ساكن قصادي على فكرة في البيت في الشقة يعني، لان ده يعتبر بيتنا مش ايجار، فعادي بفتح الباب عادي مش بيبقى في حد قصادي. وطلعت على البلكونة قلت ابص اشوف المغرب ادن ولا لسه. الله اكبر الله اعظم، اللهم هذا اقبال ليلك وادبار نهارك واصوات دعائك فاغفر لي. وانطلق مدفع الإفطار. أذان المغرب. وفطرنا الحمد لله، وألف حمد وشكر ليك يا رب على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. واتصل عليا حماية قال لي ان انا جبت توم، وانا طبعا كنت محتاجة توم عشان اخزنه. انا بحب اقطعه اخضر وافرمه في المفرمة واشيله في الفريزر، بيريحني جدا طول السنة. مش بشيل هم ان انا افصص توم، وممكن عايزة اطبخ حاجة وما عنديش توم والكلام ده، لا بيبقى جاهز عندي طول السنة في الفريزر، واول ما بحتاج بطلع منه على طول. فطبعا جيت كده في السهرة وانا قاعدة، طلعت كده قدام الباب بتاع الشقة زي ما انا قلت لكم مفيش حد قصادي وقاعدة لوحدي، فقلت اطلع كده اقعد عشان ما كركبش الدنيا جوه واملاها الحاجات بتاعة التوم والكلام ده كله. فقعدت كده اشتغل فيهم طول الليل لحد ما حيلي اتهد. يعني انا مش بستحمل القعدة الكتيرة عشان عندي ألم في كتفي، ربنا يشفينا يا رب ويعافينا ويشفي عن كل مريض اللهم امين. هنرجع تاني لموضوع التوم وهوريكم انا عملت فيه ايه. بس هنا انا كنت حاطه فول علشان السحور جنبي، قلت بالمره وانا قاعده كنت منقعه فول طول من اول النهار يعني. طبعا حطيت ميه تغلي على النار، واول ما سخنت نزلت بالفول جوه الميه، وحطيت عليه طماطم متقطعه وجزره مبشوره، وعصرت كمان ليمونه، وحطيت شويه كربوناتو او كربونات الصوديوم. وهنا كنت بشوفه كان لسه يعني هو تقريبا استوى، بس كان لسه في مية لازم يشربها عشان يزبط كده ويبقى حلو. هنا كان خلاص استوى بصراحة. المقطع ده يعني كان متصور بعدين بعد ما الفول برد خالص، بس حبيت اوريهولكوا يعني. هو كان مسود من فوق شوية لانه كان خلاص برد، فلازم يبقى عامل طبقة سودا من فوق. انما الفول بسم الله ما شاء الله عليه لونه حلو وفاتح وجميل وناعم وجميل. اول ما تهرسيه كده بالمعلقة بيتهرس معاكي على طول. انا كنت بعبيه في علب صغيرة علشان بشيله في الفريزر وبطلع منه على قدي، اول ما بحتاج بطلع بالعلبة واستخدمه. ورجعت بقى الموال التوم بتاعي. هنا كنت خلصت الكمية كلها اللي انا بعملها زي ما انتوا شايفين اهو. قشرت التوم وطلعت منه القشر الابيض النظيف اللي من جوه ده علشان انشفه في الفرن واعمله توم باودر. والباقي انا هفرمه في المفرمه دي مفرمه بالكهرباء بتاعه اللحمه، بتفرم التوم بتفرم اي حاجه انت عاوزه تعمليها. طبعا التوم بتاعي لسه اخضر فيبقى سهل في الفرم بالقشر بتاعه، لكن لو جبتيه ناشف مش هيرضى يتفرم معاكي، لازم تجيبيه يكون لسه اخضر وطري.
واشتغلت بقى افرم، فرمت الكمية كلها. وبعد ما خلصت فرم، طبعا دي مش كل الكمية، ده جزء منها، حطيت عليه معلقتين من الملح، وهحط كمان شوية زيت كده كويسين، علشان الزيت بيحافظ على الثوم، مش بيخليه يسود، بيفضل لونه زي ما هو. لو عايزة تحطي فلفل يعني، سواء حامي او اي فلفل معاه تفرميه، حطي برضو هيبقى جميل. مش عايزة بلاش. لو عايزة تحطي توابل كزبرة او كمون حطي برضو، مش عايزة بلاش، بس انا فضلت ان هو يفضل ابيض كده بلونه. وطبعا هعبي الكمية دي كلها في اكياس تلاجة وهشيلها في الفريزر. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا منه ولو معلومة بسيطة، واتمنى اكون خفيفة عليكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.